أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم في موضوع بصراحة مهم قوي لأي حد بيشتغل وبيتعامل بالإنجليزي. اللغة الإنجليزية الاحترافية في الشغل. يعني إزاي ممكن كم كلمة بسيطة نقولها تغير خالص شكلنا قدام الناس، سواء بقى في ميتينج أو إيميل أو حتى كلامنا العادي كل يوم. هنركز النهاردة على شوية جمل وتعبيرات أساسية بتفرق فعلا. أهلا بيكي. وموضوع فعلا في محله. القصة مش بس إننا نتكلم إنجليزي صح وخلاص، لا ده أعمق من كده. الطريقة اللي بنتكلم بيها بتدي رسائل كتير، يعني بتعكس إحنا قد إيه مسؤولين، قد إيه بنعرف نشتغل في فريق، وجديتنا كمان في التعامل مع شغلنا. بالظبط. طيب خلينا ندخل في أمثلة عملية على طول. يعني موقف بيتكرر، حد سألك سؤال وانت مش عارف الإجابة دلوقتي. الرد الطبيعي ممكن يبقى I don't know، بس بنسمع إن في بديل أحسن زي I'll look into that. إيه الفرق هنا؟ الفرق كبير قوي. بصي I don't know ممكن توقف الحوار وتحسس اللي قدامك إنك مش مهتم، أو يمكن مش قادر تساعد. لكن I'll look into that أولاً بتعترف إنك مش عارف دلوقتي، وده كويس، دي شفافية. بس الأهم بتوريه إن عندك مبادرة، إنك هتدوري وهترجعي بالإجابة. بتدي إحساس بالمسؤولية كده. فهمت. يعني بتفتح الباب بدل ما بتقفله. بالظبط. محدش يعني متوقع مننا نعرف كل حاجة طول الوقت. المهم رد الفعل. المبادرة دي هي اللي بتفرق. تمام. طيب موقف تاني بيحصل برضو، حد يطلب منك تاسك مش بتاعتك أساساً. الرد اللي بيجي على طول That's not my job. وده طبعاً ممكن يزعل الناس أو يحسسهم من مفيش تعاون. إيه الأفضل في الحالة دي؟ الأفضل نقول حاجة زي Let me find the right person to assist. هنا الموضوع اختلف تماما. انت مش بس بترفضي تعملي الحاجة، لا، انت بتساعدي الشخص يوصل للحل، بتوجهيه للشخص الصح. ده بيوري روح فريق وتعاون. الرسالة هنا ان الهدف الأكبر ان الشغل يمشي وكل يساعد بعض. فعلاً بتخلق جو إيجابي أكتر بكتير. أكيد. طيب والنقطة التالتة، لو واحد نسي يعمل حاجة كان المفروض يعملها، بدل ما يقول ببساطة I forgot، ممكن يقول إيه عشان الموقف يعدي بشكل professional أكتر؟ مم. ممكن يقول حاجة زي My apologies, it slipped my mind. I'll make sure it's taken care of immediately. هنا في كذا حاجة مهمة. أولاً اعتذار صريح وتحمل للمسؤولية. ثانياً تأكيد إنه هيتصرف فوراً. ده بيطمن الطرف التاني إن الموضوع تحت السيطرة وهيتحل. بيبني ثقة حتى لو حصل خطأ. حلوة قوي. يعني الانتقال من مجرد رد فعل لاعتراف بالخطأ مع التزام بالحل الفوري. هو ده بالظبط. طيب ننقل على حتة تانية بقى في اللغة، الإيديومز أو المصطلحات الاصطلاحية. ليه مهم نفهمها ونعرف نستخدمها في الشغل؟ ساعات بتبان معقدة شوية. هي ممكن تبان كده في الأول، بس هي مهمة لأنها جزء كبير من لغة الشغل الطبيعية. الإيديومز دي تعبيرات معناها مش حرفي، ما ينفعش نترجمها كلمة كلمة. لما بنستخدمها صح بنبين إننا فاهمين ثقافة المكان، فاهمين الديناميكية بتاعت الشغل، وكمان هي بتختصر أفكار كتير في جملة واحدة الناس عارفة. زي إيه مثلا بنسمعه كتير، يمكن at the end of the day؟ تمام، دي مشهورة جدا. At the end of the day معناها في النهاية أو الخلاصة، يعني زي ما نقول At the end of the day customer satisfaction is what matters most. بتلخص الحوار وتوصل للزبدة. وفي كمان back to the drawing board، دي بنستخدمها إمتى؟ دي لما خطة معينة تفشل أو فكرة تترفض ونبقى محتاجين نرجع نبدأ التفكير والتخطيط من الصفر تاني. The first proposal wasn't approved, so we're back to the drawing board. بتعكس مرونة وتقبل لفكرة المحاولة والخطأ. يعني بنرجع لنقطة البداية. ومصطلح زي touch base. ده بقى معناه تواصل سريع، مش اجتماع طويل، لأ، مجرد متابعة سريعة أو تحديث للمعلومات. زي Let's touch base tomorrow morning about the presentation. يعني خلينا نتكلم كلمتين بكرة الصبح بخصوص كذا. بيعكس كفاءة في إدارة الوقت، بس الأحسن نحدد هنتكلم في إيه بالظبط. تمام. وده يمكن يودينا لنقطة تانية مهمة قوي، وهي الphrasal verbs أو الأفعال المركبة. دي بقى اللي ساعات بتلخبط ناس كتير مع إنها بتستخدم طول الوقت. ممكن نوضحها شوية؟ أكيد. الفريزل فيربس دي ببساطة فعل ومعاه حرف جر أو ظرف بيغير معناه. زي look لوحدها يعني ينظر، لكن look into يعني يحقق فيه. look forward to يعني يتطلع إلى. هي أساسية جدا في الكلام اليومي في الشغل. زي مثلا لو عايزة أعرض فكرة على حد واخد رأيه،
ممكن أستخدم إيه؟ run something by someone؟ بالظبط. Can I run these ideas by you quickly؟ معناها ممكن أعرض عليك الأفكار دي بسرعة وأخد رأيك. طريقة مهذبة جداً. وفعل زي take on بسمعه كتير. Take on معناه تتولى مسؤولية جديدة أو تقبل بمشروع جديد. He's ready to take on the new challenge. وبتدل على استعداد للتطور وقبول مهام جديدة. تمام. وعندنا فعلين مهمين جدا بقى للمتابعة زي follow up و get back to. دول تقريباً أساس الشغل اليومي. Follow up يعني تتابع موضوع معين، تتأكد إنه خلص أو تاخد رد. I'll follow up with an email for summarize يعني هأكد بإيميل يلخص الموضوع. أما get back to someone فدي لما تكون محتاج وقت عشان ترد. Let me check the details and I'll get back to you. يعني هشوف التفاصيل وارجع أرد عليك. أهم حاجة الالتزام بالوعد ده. فعلا بيبني ثقة جامدة. طيب و bring up لو عايزة أطرح موضوع للنقاش. صح. I need to bring up an issue in the team meeting. يعني محتاجة أتكلم في موضوع معين في الاجتماع. و look forward to للتعبير عن الحماس لحاجة. تمام. Looking forward to our meeting أو looking forward to working together بتدي نبرة إيجابية للمستقبل. بس في واحد لازم نحذر منه. cut corners. ده معناه إيه؟ ده معناه إنك تحاول تختصر الطريق أو توفر مجهود أو تكلفة على حساب الجودة أو الأمان. We should never cut corners when it comes to product quality. تصرف مضر جدا بسمعة الشخص وبالشغل نفسه. نقطة مهمة جدا دي. يعني في النهاية إتقان التعبيرات دي سواء البدائل أو الإيديومز أو الفريزل فيربس مش مجرد حفظ وخلاص. لا، ده استثمار في شكلك المهني وفي طريقة تواصلك مع اللي حواليك. بيوري إنك فاهم أصول الشغل والثقافة بتاعته. فعلا. ويمكن ده يوصلنا للسؤال الأخير اللي ممكن نفكر فيه. إزاي ممكن نبدأ ندخل التعبيرات دي في كلامنا اليومي بشكل طبيعي من غير ما نحس إننا بنمثل؟ ويا ترى إيه التأثير الحقيقي اللي ممكن نشوفه في شغلنا ومسارنا المهني لما نهتم بالتفاصيل اللغوية دي؟ ده سؤال مهم للتفكير.